مختلفة. ده كمان فستان. جابت ايه الدبوس اللي احنا شايفينه، كشكشة الفستان، وبعدين عملت قصة في الكم، وهنا استخدمت الحزام وحطت في النص، جابته على الصدر، وبعد كده عملت القصة اللي احنا شايفينها دي، وبكده تبقى غيرت شكل الفستان تماما. هنا بتعمل له حاجة تانية عشان تغيره. هو نفس الفستان، وممكن تلبسيه بكذا طريقة مختلفة وتغيري في شكله بحاجات بسيطة جدا جدا، لمسات بسيطة جدا جدا، وبتغير في شكل الفستان. هنا هتلبس عليه الوشح بطريقة مختلفة، شكلها رائع. دي قطعة قماش جابتها وتنتها من النص زي ما احنا شايفين، وبعدين شبكت الدبوس اللي احنا شايفينه ده، وهنا طلعت الحرف ده وعملت زي قصة للبلوزة. هتلبسها بطريقة تانية. هنا ده دبوس جابته وشبكت الحرفين مع بعض وخدتهم عكس بعض ولبستهم، يعني عكستهم، وبعد كده عملت بلوزة سواريه. كذا فكرة من قطعة قماش واحدة. دي زي ما احنا شايفين هنا ده فستان بحمالات. هنشوف هتعمل ايه. هنا هتلبس برضو السكارف عليه، او هتعمل كم. لا، هنا هتعمل كم للفستان من الإشارب أو قطعة القماش. لا، هي هو إشارب. فكرة رائعة جدا. نزلتها شوية على الصدر، وده الصدر يعني احنا ممكن نعمله ونطول شوية الكم. هنا بتلبسها بطريقة تانية مختلفة، ربطته ازاي وعملته على كتفها. طرق بسيطة